علبة حلاوة، يا رب اجيب زيها. طيب يا ناهي، العيال هتفرح بيها قوي جدا والله، ده مبسوطين قوي ان انت جايب لهم علبة حلاوة. يلا الحمد لله. ايه ده؟ انا نفسي في علبة حلاوة زي دي نوديها لعيالي. يا رب ارزقني يا رب، يا رب كرمني يا رب وارزقني يا رب. معيش الا 5 جنيه، هتجيب علبة حلاوة؟ بتحزن القلب يا عيني يا عيني. معاش الا 5 جنيه. سما تجيب لاولادها. بقول لك يا ناهي، لو كده نطلع العلبه ديت واحنا نجيب بقى مره ثانيه. مفيش مشكلة. لا والاولاد كده كده بياكلوا على طول، لكن دي شكلها حالتها تصعب على الكافر. يلا روحي 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 النداء بسرعه يا حاجه. ايه يا بنتي؟ في ايه يا حاجة؟ السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا حاجه، عامله ايه؟ الحمد لله. والله يا حاجه كل سنه وانت طيبه بقى. وانت وديت طيب. هديه مولد النبوي اللهم صل على النبي. فلعيالك بقى وكده، ومش عايزين الا الدعوه. احنا كان معانا اخر علبه ووزعناها، احنا بنعمل لله يا حاجه. الله يبارك لك يا اخويا، الله يبارك لك. الله انا يخليك يا كان رب. نفسي نجيب لهم علبة بس ما معيش الا غير 5 جنيه. لا يا حاجه، انت امنا وعلى راسنا. طيب. حاجه احنا اولادك، وكل سنه وانت طيبه. انت طيب. واهم حاجه الدعوه والدنيا يا حاجه، كل واحد مننا بيعمل اللي عليه واحنا كلنا بنكمل بعض. ولا يعني ايه؟ الله يبارك لك ويبارك لها. طيبه. يديكم يا رب على قد ضميركم. الله يخليك يا رب. ويكرمكم يا رب. الله يكرمك يا ده انا رب. عيالي فرحانه النهارده، هيدعي لكم ان شاء الله ربنا يبارك لك. والله العظيم هيفرحوا قوي. عايزه حاجه يا حاجه؟ انا كان نفسي اجيب علبه والله. يلا عايزه حاجه؟ لا سلامتك. الله يبارك لك يا رب. عايزه اي حاجه الله يبارك لك. ربنا يخليكي، كل سنه وانت طيبه. طيبه يا حاجه. الفكره دي طبعا بتتكلم على مولد النبي الشريف والايام المفترجه، ولما تكون ام ما معاش تجيب علبه حلاوه بتمشي في الطريق تقول يا رب انا ما معيش نجيبها، يا رب ارزقني. بتبص تلاقي معجزه حصلت، ان واحد سمعها وهي بتتكلم. هم اصلا بيفرقوا، فعمل حسابها كانت اخر علبه، فدخل عليا بالسرور والسعاده. يا جماعه الفكره بتحكي عن نفسها، ولو انت لقيت حد ماشي في الشارع وسمعته جبر الخواطر على الله. ولو انت عطيت النهارده ب 10 جنيه ربنا يكرمك ب 100 جنيه. ربنا يكرمك ويفتحها عليك ب 500 جنيه، هتلاقي ربنا يفتحها عليك ب 1000 جنيه. لا رضيت كده ولا كده هتلاقي ربنا فتحها عليك من واسع. اهم حاجه تكونوا انبسطتم، والفكره دي تدخل لكل بيت، وتكون رسالتنا توصل لكل شاب وكل فتاه، والدنيا تبقى مبسوطه ومرتاحه. هي الفكره بتقول ايه؟ احنا كلنا بنكمل بعض، واحنا حبينا ما نحطهاش في احراج، وحبينا نقول لها يا حاجه العلبه دي كان اخر حاجه، وهي فعلا كانت رايحه لعيالنا وكانت اخر علبه، يعني احنا مش بنوزع ولا حاجه. دمتم في امان الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.